الهوست والدومين احنا النهارده هيكون شغلنا كله على هوستنجر. طيب ليه اخترت هوستنجر؟ اولا لانه متاح باللغه العربيه، في سبورت سيستم ممتاز جدا. فحضرتك لو دخلت سألته على أي مشكلة واجهتك سواء وانت بتشتري الهوست بتاعك أو فيما بعد ما خلاص الويب سايت بتاعك شغال تمام، حصل أي مشكلة وقررت إن أنا محتاج مساعدة، ما عنديش أي مساعدة من أي نوع بما إن إحنا ماركتيرز مش بروجرامرز، فهيبقى في بعض التكنيكال ايشوز اللي مش هنبقى على دراية بيها، ففي الحالة دي بحتاج اسيستنت. عشان كده كان اختياري آخر كام سنة على هوستنجر. خلينا قبل ما نعمل ساين ان نبص بص على الأسعار. هنا الأسعار هتلاقيها مختلفة حسب الباقة اللي بتشتريها، بيديك بعض الفانكشنز. عادة مش بنختار أول باقة، هي بتسمح بويب سايت واحد. هنا الباقات بتبدأ تسمح ب 25 ويب سايت، 50، 100. فخلينا نقول انه على الاقل انا بحتاج الباقه التانيه. ليه؟ عشان اقدر استغل هوست واحد احط عليه اكتر من ويب سايت. ففي الحاله دي انا بوفر ثمن الهوست جدا، وبعمله مشاركه ما بين اكتر من شركه او ما بين اكتر من ويب سايت، فبيبقى الموضوع في التوتال مش مكلف زي ما احنا متخيلين. طيب هوستنجر كمان من مزاياه انه عنده استضافه الووردبريس سهله جدا، مش بتاخد مجهود كبير خالص. تقدر تجربه فور فري اول 7 ايام لو عايز تست حاجه معينه، وبتبدا بقى لو انت بتشتغل على ويب سايت قوي بتشوف كل الفانكشنز اللي انت محتاجها، وتتاكد انه السايت اللي انا هعمله يبقى مناسب، او الهوست اللي انا هختاره يبقى مناسب للسايت اللي انا هعمله. لانه لو الهوست مش مناسب السايت بتاعي هيقع. عارفين مثلا لما بتيجي تظهر نتيجة الثانوية العامة، اقل من دقيقه مجرد ما بتظهر النتيجه بتلاقوا الويب سايت وقع. يعني ايه الويب سايت وقع؟ يعني الهوست بتاعي مش قادر يستحمل كم الداونلودز اللي بتحصل عليه، او كم الفيزيتس اللي بتحصل عليه، او كم الريسورسز اللي بتتسحب منه. الريسورسز دي هي كل التفاصيل اللي احنا بنشوفها قدامنا. فدايما نبقى عارفين التفاصيل دي، هل هي متوافقة مع الحجم المتوقع للزيارات بتاعتي ولا لا. مش قادر اقرر، ببساطه هاخد التفاصيل دي واديها لشات جي بي تي او جيميناي او اي تول، واساله انا مستهدف انه يجي لي 100,000 زياره، هل وورد بريس ويب سايت هيبقى مناسب؟ طيب الهوست ده هيبقى مناسب ليا ولا محتاج استخدم انواع مختلفه من الهوست؟ عاده احنا بما اننا مش هنعدي ال 100,000 زياره، فانا بالنسبه لي الاستضافات المخصوصه عشان الوورد بريس او عشان الوو كوميرس بتكون مناسبه جدا جدا. طيب اول حاجه هعملها ان انا هساين ان. ملحوظه مهمه جدا، احنا هنا بنعمل الويب سايت المتوسط، مش بروح للبيلدرز السهله السريعه اللي مش بتاخد وقت خالص في نفس الوقت مش تديني اي فانكشنز، ولا بروح للكاستمايزد ويب سايت اللي بتاخد وقت ومجهود كبير ومحتاجه تيم يشتغل عليها. احنا هنا بنروح للحل الوسط. طيب اول حاجه بعملها ايه؟ ان انا بروح احجز الدومين بتاعي. مجرد ما حجزته ودفعت الاشتراك السنوي اللي احنا متفقين عليه، هنبدأ ندخل هنا في الداشبورد الأساسية للهوست. طيب هلاقي حاجة اسمها الاستضافة وتحتها الدومينات اللي أنا اشتريتها. يعني إيه دومين؟ يعني اليو ار ال، اللينك اللي بيتحط هنا عشان اختار بيه او اشتغل بيه، او اليوزر يبدأ يوصل لي من خلال الضغط على اللينك ده. طيب انا هعمل يو ار ال جديد باسم مها. فانا عايز مها دوت كوم. هسيرش هيقول لي انه مها محجوز، لكن انا عندي بدايل تانية اسمها كذا وكذا وكذا. ببدأ اشوف اليو ار ال المناسب، لا كلهم مش مناسبين. هبدأ اختار بدايل تانية لحد ما اوصل للسعر المناسب للهوست اللي انا عايزه اشتريه. طيب احنا هنا عندنا العملة بالدولار، لا انا ممكن اروح اظبط في حسابي واختار ان العملة تكون بالجنيه المصري. برضو من مزايا، برضو من اهم المزايا اللي فعلا خلتني بقى مؤخرا بروح بس لهوستنجر، انه بيتعامل بالجنيه المصري. فهتلاقي اللغة عربي، التعامل بالجنيه المصري، الموضوع فيه سهل جدا، مش محتاج ناس متخصصة في إدارة الهوست. طيب حجزت الدومين بتاعي، عملت إضافة دومين،
وحجزت الدومين اللي انا عايزه اشتريه، هيتضاف لمحفظه الدومينات اللي موجوده عندي. اتضاف بالمنظر ده، ببدا اعدل اوادير الدومين من هنا. انا الدومين ده عايز اعمل له تجديد كل سنه، هروح اجدده عادي جدا سنه 2 3. انا عايز اشيله خالص من عندي، هدلته. المهم بتعامل معاه معامله عاديه جدا جدا. طيب انا حجزت الدومين، محتاج اعمل ايه؟ محتاج ابني الويب سايت نفسه. الويب سايت نفسه هيتبني على الهوست، الارض بتاعتنا. طيب احنا اتفقنا ان الرئيسيه هتوديني للاستضافه للهوست وللدومينات اللي عندي كلها. انا محتاج المواقع. هروح لقائمه المواقع الالكترونيه وهقول له ضيف لي موقع جديد. خلينا نضيفه هنا. ضيف لي موقع جديد. الموقع ده هيبقى ووردبريس. بصوا بقى مدى سهولة الموضوع. هيقول لي ده الايميل الاساسي بتاعك، دي الباسورد اللي انت بتدخلي بيها اصلا. عايزة تعملي الويب سايت انت مع نفسك بالثيمز او القوالب اللي موجودة قبل كده، ولا هعمل لك واحد بالاي اي؟ يعني نصيحة، اشتغلوا بالثيم عشان تبدأوا تعملوا كل حاجة كاستمايزد، حاجة زي ما انتوا عايزينها بالظبط. ولو ان الاي اي برضه دلوقتي بيطلع حاجات رهيبة جدا. هيبدأ يخيرك ما بين الثيمز اللي موجودة عنده. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل متجر، هختار الشكل ده. طيب قال لي المتجر ده مدعوم بواسطة استر. ينفع الثيم اللي انا هختاره دلوقتي يتغير بعد كده؟ ينفع جدا، مفيش اسهل من كده. بس خليني هاخد ده بشكل مؤقت وهقول له استخدم ده. طيب هيقول لي في حاجه اسمها اضافات. يعني ايه اضافات؟ يعني بلجنز، اكواد جاهزه بتضاف على الووردبريس ويب سايت، توفر علينا وقت ومجهود كبير جدا في ان انا اكتب الكود من الاول. وهي دي الميزه الموجوده في ووردبريس او شوبيفاي. الويب سايتس دي او البيلدرز دي معتمده على بلجنز. البلجن هو حرفيا كود جاهز، حضرتك بس تعمل له سيت اب بكليكايه واحده، بيبدا يدخل الكود ده في الويب سايت بتاعك، يؤدي الفانكشن المطلوبه منه. فهنا بيقول لك انه الاضافات اللي انا بوصي لك بيها عشان يشتغل الموقع بتاعك بشكل كويس هم دول. فانا هقفلهم دلوقتي عشان نعملهم احنا فيما بعد. اسم الدومين، انت هتحجزي دومين ولا عندك دومين قبل كده هتبدأي تستخدميه، ولا هتعملي سب دومين من دومين اوريدي موجود عندك؟ فهبدأ اقول له انا عايزه اعمل ايه. بس انا دلوقتي هستخدم دومين مؤقت وهقول له انطلق. دومين مؤقت ده يعني انا مش هحجز اليو ار ال بتاعي، لا انا هسيبه يديني يو ار ال من عنده بشكل مؤقت جدا. بناء عليه نبدأ نتعامل. لما اخلص الشكل العام بقى وكل التفاصيل اللي انا عايزاها في الويب سايت، هبدأ اشتري الدومين واربط ده بده. فانا دلوقتي بس مش عايزه اتكلف الفتره اللي انا بجهز نفسي فيها. شو بقى مدى سهوله الموضوع بجد، يعني مفيش اسهل من كده. هو عمل كل حاجه تقريبا. يعني وقفت وعطلت في اي خطوه، بروح اسال كودي، كودي يبدا يرد عليا. ما قدرش يرد عليا فبتقول له وصلني لحد من خدمه العملاء، بيبدا يوصلك بيه على طول. عايزين نقول انه في وجهين لكل ويب سايت. بمعنى احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها فرونت اند وحاجه اسمها باك اند. يعني ايه الفرونت اند؟ دي الشاشه اللي بتظهر للعميل، الشاشه اللي بيبدا يختار منها الحاجه اللي هو عايز يعملها ويروح عليها بشكل دايركت مباشر. اما الباك اند هي الشاشه اللي انا كماركتير بتعامل من عليها. انا لما بحتاج اكتب مقال بروح للبوست، لما بحتاج اعمل كويز لليوزر، اعمل اختبار زي الاختبارات اللي موجوده هنا، بروح للاختبارات. لما باجي اسيت اب اي حاجه، اضيف منتج جديد، بروح للمنتجات، وهكذا. فنفصل ما بين الفرونت اند الشاشه اللي بيشوفها اليوزر، والباك اند الشاشه اللي انا كماركتير او كحد بيدير الويب سايت بيبدا يشوفها. طيب نرجع للويب سايت بتاعنا. هو هنا خلص بيعمل لي اونبوردنج، وانت هنا في يعني المرحله دي ممتازه جدا، مرحله تقدر بيها آه، تمانج وتوفر وقتك في حاجات كتير جدا. بس انا همشي معاك ستيب باي ستيب عشان نروح نشوفها مع بعض. ده كده شكل الويب سايت بتاعي. بما ان احنا عايزين نعمله اي كوميرس ستور، فاخترت ثيم. الثيم ده في جزء المتجر الالكتروني، في الشكل اللطيف اللي انتوا شايفينه ده.